بصوا، انا واحده واقعيه، انا مش هطلع اقول لكم احنا نقفل الانترنت لاننا مش هنعرف، لكن على الاقل ما نخليش الولاد طول الوقت ماسكين التليفونات في ايديهم بحجه ان هم بيذاكروا اونلاين، ان في جروب المدرسه بيبعت ان يعني يا ريت التعليم يرجع بقى زي الاول. مفيش حاجه اسمها انترنت. ليه؟ لان انا ابني التليفون في ايده، انا مش هقعد جنبه طول الوقت، انا مش عارفه هو بيشوف ايه. الانترنت توصل عيالنا لكارثه، ولازم نواجه نفسنا. مش اول حادثه هتحصل اللي هي بتاعت الاسماعيليه، اللي هو طفل 13 سنه ياخد طفل 12 سنه من المدرسه صاحبه ويبقى ياخده معاه البيت اكياس ومنشار كهربائي ويضربه على دماغه ويقطع ويغسل وياخد في شنط. تفاصيل مرعبه، تفاصيل انا لو شفتها في فيلم انا هترعب. بيقول انا جايب الكلام ده من على نتفليكس. قبل كده كان في حاجات بسبب دارك ويب، قبليها في حاجات الحوت الازرق ومش الحوت الازرق وبلاوي زرقاء على دماغنا. قللوا بقى الفرص ان العيال تمسك التليفونات، ومحدش يطلع يقول اصل هو تحت السن، اصل نفسيته، اصل مش نفسيته. معلش يا جماعه، انا مؤمنه تماما ان فعلا في امراض نفسيه بتعمل حاجات غريبه، لكن ده مش ذنبنا، من ذنب ام الواد، من ذنبنا احنا كامهات ان احنا نبقى عايشين مرعوبين على اولادنا. مدارس ما فيهاش امان، جامعات ما فيهاش امان، شوارع ما فيهاش امان، بيوت ما فيهاش امان. طب احنا نروح فين تاني؟ الدوله لازم تتحرك، الحاجات اللي زي دي لازم تتمنع. احنا مش هنقفل الانترنت عموما، لا نقفل المواقع دي، لا نقلل الاوقات اللي ممكن الولاد تمسك بيها التليفونات. ما احنا تعبنا. حرام يا جماعه، اعملوا لنا آلية خلينا نطمن شويه. المدرسه لازم هيبتها ترجع، هيبة المعلم لازم ترجع. دلوقتي العيال ما بتخافش، دلوقتي العيال جوه المدارس بتعمل بلاوي، دلوقتي العيال في الشوارع وفي البيوت وفي الجامعة وفي كل حته بيعملوا بلاوي. ولا الاب بقى ليه هيبه، ولا الام ليها هيبه، ولا المدرس ليه هيبه، ولا احنا عارفين نعمل ايه. انا واحده ولادي بينزلوا بفضل قاعده باكل في نفسي لحد ما يرجعوا، وتبقى ساعتين ثلاثه السودة على دماغي لما اتصل بحد فيهم وما بيردش.